ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. اخواتي واحبابي محبي وعشاق النادي الاهلي في كل مكان، النهارده بنتكلم في جدل دلوقتي على الساحه الرياضيه ان السيد جون ادوارد الحاكم بامره في نادي الزمالك بيفاوض وسام ابو علي وبيفاوض بيرسي تاو. طبعا الزملكاويه اللي هم التربه الخصبه ما بيصدقوا ان عاوزين يفرحوا في اي حاجه. هو بيرسي تاو ده يا فندم مش النادي الاهلي اللي قال له كفايه كده عليك وتفضل عقدك واتكل على الله شوف مصلحتك في اي نادي؟ هو وسام ابو علي مش النادي الاهلي قال له هات عرض يناسب قيمتك وقيمه النادي الاهلي وتفضل من الباب الكبير؟ اوعى تقارن بين صفقة زيزو وامام عاشور وبن شرقي وبين بيرسي تاو ووسام ابو علي. في فرق جامد قوي يا جماعه. النادي الاهلي العقليه بتاعته لا تدار بهذا الشكل، وبعدين ربنا يوفق لكم جون ادوارد الحاكم بامره. انتوا ما بتعرفوش على مدار 100 سنه تشتغلوا لصالح النادي وكيان النادي واسم النادي او منظومه رياضيه بتمشي بثوابت وقيم وسيستم. لا، انتوا ما بتعرفوش. انت لازم يبقى عندك ممدوح عباس، لازم يبقى عندك مرتضى منصور، لازم يبقى عندك جون ادوارد، لازم يبقى عندك شيكابالا، لازم يبقى عندك احمد حسام ميدو. النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده. مع ان لما تيجي تبص في النادي الاهلي العامل في النادي الاهلي يقدر يعني ممكن اساويب الاسماء اللي انا قلت لحضرتك عليها. فانت حضرتك بتتكلم في ايه؟ بيرسي تاو ايه وسام ابو علي ايه وصفقه مكايده لزيزو ازاي؟ انت يا عم بتتكلم في ايه؟ وبعدين النهارده احمد سيد زيزو كان لاعب بتاعك، كان جاي فيه 6 مليون دولار، انت خفت تمشيه عشان ما يروحش النادي الاهلي. طب هو لوحده راح النادي الاهلي وببلاش. انت فينك من الكلام ده؟ حد هيطلع يواجهكم بالحقيقه؟ لا، انت هتعمل زي النعام وهتحط راسك في الرمل. النادي الاهلي عمره ما يبقى كده. النادي الاهلي ده سيستم ومنظومه رياضيه بتدار على اعلى مستوى. فاوعى تيجي تقول لي اصل احنا جبنا تاو، اصل احنا هنجيب وسام ابو علي. يا عم ان شاء الله تاخد الاهلي كله. هو في بعد رمضان صبحي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وكان من قبلهم علاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومحمود صالح وربيع ياسين. الاهلي ما بيقفش على حد. هو ده الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. انت النهارده عندك راجل اسمه جون ادوارد، ده النهارده مجلس الاداره نصبه الحاكم بامره داخل العزبه. فانت ما بتعرفش تدير. انت راجل بتشتغل بنظام العزبه ونظر العزبه، انما احنا النادي الاهلي عمرنا ما هنبقى كده. ده نادي محترم، مؤسسه رياضيه. اما تيجي النهارده تدخل النادي وتقول انا عاوز اقعد مع الشؤون القانونيه، هيقول لك اتفضل في المكان الفلاني. عاوز اقعد مع حد في لجنه التسويق، هيقول لك اتفضل في المكان الفلاني. عايز اقعد النهارده مع شركه الكوره، يقول لك اتفضل في المكان الفلاني. انت ما عندكش الكلام ده. انت كل قصتك الاهلي 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 الاهلي. طب انت فين من النادي الاهلي؟ انت مش موجود. انت كل قصتك عمال تدعي المظلوميه وبتكره النادي الاهلي. هو ده الفرق بين نادي محترم ونادي بيدار على الله حكايته ان هو لازم حد يقود العزبه. هو ده الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وطبعا مش هطول عليكم، وربنا يوفق جون ادوارد في نادي الزمالك ونشوف هيوصل لحد فين، وربنا يوفقكم. واحنا عاوزين نادي الزمالك يبقى قوي، لان مفيش منافسه من غير نادي الزمالك. النهارده لما يبقى الدوري المصري عندك اهلي، بيراميدز، زمالك، سيراميكا، اسماعيلي، المصري، البنك الاهلي، ما دي كلها انديه هتعمل حاله محترمه
في الدوري المصري وتقدر ترفع من قيمة الدوري المصري وقيمته التسويقية بتعلى وبيفرز لنا نجوم بنستفاد بيها في منتخب مصر. انما انتوا قاعدين واخدين اتجاه يعني انتوا ما تعبتوش. يعني انا عايز افهم، انتوا مش هتبطلوا؟ طب انتوا عايزين ايه؟ هو بيرسي تاو ما يروح نادي الزمالك هو يفرق معانا؟ طب ما زكريا ناصف وجمال عبد الحميد ومثلا عندك ايمن شوقي، الناس دي كلها لعبت في النادي الاهلي. حسام حسن وابراهيم حسن لعبوا في نادي الزمالك. ايه المشكله؟ فيليكس كان في الاهلي راح نادي الزمالك. ايه القضيه؟ انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي وعقولكم هتفضل كده ازاي. الاهلي ما بيستسلمش ولم يخضع لاي لاعب مهما كان اسمه. هو ده الفرق بيننا وبينكم. وقرر تاني العزبة وجون ادوارد اما نشوف انتوا رايحين فين، ونتمنى ان انتوا تحافظوا على المركز الثالث، واذا رجعت لمركزك المفضل المركز الثاني يبقى ده فضل وكرم من جون ادوارد. انما عند النادي الاهلي المركز الاول ده خط احمر. وشكرا لحضراتكم.